أهلا بيكم في حلقات ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش، واحنا كمان ننجد للحق ما يعجبناش. اللي ما تعرفش هتعرف ليه ليه؟ ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ليه؟ ما بيعجبناش. ولا يعجبني. ما يعجبناش ولا يعجب حد استغلال سواقين التاكسي اليومين دول. امبارح كنت أنا وزميلتي خارجين من مجلة روزا اليوسف اللي في شارع القصر العيني، وعايزين نروح سيدنا الحسين، يعني الحكاية كلها في وسط البلد. فوقفنا تاكسي لقيناه بيقول لنا هاخد 100 جنيه. طب ليه حضرتك المبلغ ده كله؟ احنا عارفين ان البنزين غلي بس مش للدرجة دي، وبعدين انتم حاطين العدادات زينة ولا عياقة في التاكسي؟ وليه الدولة ما تتدخلش وتشوف الحكاية دي؟ ولو السواقين حاسين ان التعريفة بتاعت العداد مش بتساير الغلا، تبقى الحكومة تعدل التعريفة دي، واللي اكيد حتى بعد التعديل مش هتجيب المبلغ ده كله. فياريت الحكومة تشوف الموضوع ده وتجبر السواقين ان هم يشغلوا العدادات ويحاسبوا الناس على الاساس ده، مش تسيب الناس تحت رحمة السواقين وكل واحد يقول المبلغ اللي هو عايزه. ما ينفعش كده والله يا جماعة.